السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وبصحة وبعافية. صلوا على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة بقى هنعمل وصفة تحفة ما شاء الله، الله أكبر، جميلة مش قادرة أوصف لكم قد إيه. جربوها وامشوا واتبعوا الخطوات وانتوا هتلاقوا أحلى وأروع يعني وصفات عندي. الحمد لله. عندي هنعمل فرخة الأول محشية أهي، غسلاها والله، نقعها من بالليل، يعني من امبارح الظهر. نقعتها بملح وفلفل، ملح وليمون وجنزبيل يعني، وبقت فله ما شاء الله من جوه وقشطه. غسلتها وصفيتها حلوه قوي. دي فرخه 2 كيلو وبيضه مش بلدي، هنحشيها وهنسويها في الكيس الحراري. وبص منضفاها حشو ما شاء الله، وفتحاها ومخليها زي القشطه زي ما انتم شايفين كده. هنتبلها الاول ببصلايه مبشوره وملح وفلفل. ماشي، هنتبلها الاول، بعدين نعمل لها الحشوه بتاعتها. بصل 4 بصلات، دول صغيرين مش كبار قوي، خرطتهم بلدي على ايدي. وعندي كوبايه رز كبيره، لان انا هخلي يعني هحشي والباقي هناكله جنبها. وهحط معاها بطاطستين وجزرتين، لو انت مش عايزه ما تحطيش. بس الخلطه بتاعتها دي خلطه حمام، يعني ممكن تحشي بيها حمام، ممكن تحشي بيها فراخ بلدي صغيره. يعني الخلطه دي وسوى الرز ده ينفع للحمام كمان، الناس اللي بتحب الحمام. ماشي حبايبي. قبل ما انسى، بس الفيديو اللي انا نزلته امبارح بتاع الكوب كيك، حد سألني بتقول لي الكوب كيك لما بعمله بيلزق في ورق الزبده مني. متشكرة على تعليقك، ومتشكرة على اشتراكك عندي، ومتشكرة على متابعتك ليا. انت ست ذوق واخلاق عالية. هو ممكن يكون بيلزق منك، المادة الدهنية بتاعتها قليلة، او الخامة بتاعت الورق الزبدة مش كويسة. بس اما انت شطورة وهتعمليها احسن مني ان شاء الله. اتبعي الخطوات بتاعتي واعملي الطريقة بتاعتي، هتعمليه احسن كوب كيك. شكرا على تعليقك الجميل. ماشي حبايبي. فدلوقتي هتبل. بصوا، نص معلقة فلفل اسود صغيرة، ونص معلقة ملح صغيرة. دي تتبيلة الفرخة، يعني هنتبل بيها الفرخة. وبعدين هعلق على البصل بمعلقتين زبدة ومعلقتين زيت، تتحمر البصل، وهقول لكم هنعمل ايه. دي بس هنتبل بيها الفرخة من جوه زي ما انتم شايفين كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي نتبل بيها الفرخة من جوه تشرب من التتبيلة ومن بره، عبال ما وبين الجلد وبعضه كده اهو اهو، عبال ما نعمل الخلط تكون اتبلت وشربت من الملح واتطعمت كده وما شاء الله بتبقى تحفة اهي. ماشي. وهقول لكم هنعمل ايه. هنعلق على البصل وارجع لكم كده. ولعنا على البصل، حطيت معلقتين زبده ومعلقتين زيت يتحمر وياخد لون كده، وهقول لكم هنعمل ايه فيه. هيبقى احلى حشوه. اهم حاجه ما تضربيش البصل في الكبه. يا رب اكون عند حسن ظنكم واعمل لكم الحاجه اللي انتوا بتفرحوا بيها. وشكرا على الناس الجديده اللي دخلت عندي، متشكره جدا. ربنا يا رب يبارك لكم ويجعله في ميزان حسناتكم. اهو يا حبايبي. بصوا حبايبي، حمرنا البصل اهو نفس اللون ده كده، حلو قوي ما شاء الله. والرز غسلته. انتوا عايزين تعملوا على قد الفرخه، يبقى نص كوبايه صغيره عبال ما تستوي بالزيت. وهننزل بنص معلقه ملح برده، وحسب رغبتك يعني، دوقي وشوفي وظبطي. وملح وفلفل اسود نص معلقه. لو عندك بهارات مشكله حطي معلقه صغيره، انا ما عنديش بصراحه، بس البهارات بتفرق جامد قوي في الخلطه دي. والله الحمد لله مستوره ما شاء الله. بدور لقيت عندي خلطه البهارات اهي. فانتوا هاتوها من عند العطار عادي. هحط معلقه صغيره، بتفرق يا جماعه والله جامد جامد في الخلطه دي، ويبقى طعمها روعه. عايزه تحطي ماجي حطي واحده ماجي برضو اهو. هنحط بقى ميه سخنه ونوطي عليه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. هنوطي عليه بقى يتشرب ويستوي نص سوا كده، يبقى داخل على السوا مش نص سوا، هيبقى داخل على السوا اهو. هنوطي عليه بقى يغلي غلوتين ونوطي عليه
وهبقى اوريهولكوا بعد ما يخلص. تحفه يا جماعه، تحفه ما شاء الله والله اهو. ماشي حبايبي، بصوا حبايبي هنشوف الرز مع بعض اهو. غلي 10 دقايق كده بقى يغلي، يعني اقل من 10 دقايق، ووطيت عليه النار زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا مفلفل وجميل ازاي، واللون ده روعه روعه، مش قادره اوصف لكم الريحه عامله ازاي اهو. بس هندوقه نشوف السوا ونشوف الملح. عايز حبه ملح بصراحه يعني، دلع شويه، وعايز حبه ميه لاني لسه ما دخلش في السوا اهو. هنغطي عليه تاني 10 دقايق كمان زي ما انتم شايفين كده، قبل ما نحضر البطاطس والجزر اهو. بصوا حبايبي، ده الخضار اللي احنا هنحطه مع الفرخه في الكيس الحراري. مقطعه كده تخين البطاطس، وانا البطاطس بغسلها وبصبنها حلو وبعملها بقشرها، ورشيت عليها معلقه توم باودر زي ما انتم شايفين كده، والجزر بقطعه برده طويل. لازم اطعم الحاجه قبل ما احطها. ربع معلقه فلفل اسود، برده ربع معلقه ملح، وحبه زعتر. لازم تتبلي الخضار، حبه زعتر ده هيبقى تحفه جنب الفرخه والرز. معلقتين زيت زيتون، انت عايزه تحطي زيت عادي حطي مفيش مشكله اهو. ولسه هنتبل كمان الفرخه من بره بمعلقه صلصه وطماطميه مبشوره ونص معلقه عسل عشان تاخد لون اهو. ده الخضار كده جاهز. بصوا يا حبايبي، هنا التتبيله بتاعت الفرخه اللي هنتبلها بيها من بره. طماطميه مبشوره ومعلقتين كاتشب. قلت لا بلاش ما احطش الصلصه، نحط كاتشب احسن. وربع معلقه فلفل اسود اهو ماشي، وربع معلقه ملح، ومعلقه كده معلقه او نص معلقه عسل ابيض. ما عندكيش حطي سكر بس كده، مش هنقف على حاجه اهو. دي تتبيله الفرخه من بره يا جماعه. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي بعد ما نحشي الفرخه ونحط الخضار تحتها، نروح ايه دهنينها كلها متبلينها كلها من بره اهي يا حبايبي. تحفه ما شاء الله يعني. قولوا لي ايه رايكم في الوصفات اللي انا بنزلها لكم، وعجبكم ولا لا. ومتشكره برضو على الناس اللي دخلت عندي تاني، اشكركم كتير الشكر. ده الكيس اللي احنا هنحط فيه الفرخه. حطينا فيه معلقه زيت. لازم تحطي فيه معلقه زيت قبل ما تحطي فيه اي حاجه. وهنعبي فيه الخضار كده، الخضار الاول وبعدين هنحشي الفرخه. هو كده كده الرز خلاص كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. احلى فراخ مشويه يا جماعه اهو. هنبرد بس الرز وارجع لكم. الرز هوريه لكم برده للامانه من على البوتاجاز اهو. ما شاء الله كده استوى خلاص، يعني داخل على السوا خلاص كده. فاضل له بتاع 10 دقايق هياخدهم مع الفرخه. تحفه، الريحه جباره. بصوا حبايبي، خدت الكميه اللي انا عايزاها. ما ينفعش ازفر الرز كله. لو عوزت تاني اخد رز تحفه ما شاء الله ومفلفل وجميل. هنا حطيت معلقتين زيت على الخلطه اهو ما شاء الله. وهنا حطيت الخضار زي ما انتم شايفين. هحشي بقى كده بالمعلقه ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده اهو. وبعدين هكتفها، فممكن احشيها وارجع لكم. بصوا حبايبي، حشيتها وكتفتها اهي، ولا خيطتها ولا اي حاجه، ولا هتطلع ولا رزايه. وحشيت الزور. محدش يقولك ان الفراخ البيضه ما بتتحشيش، لا بتتحشي وبتبقى زي الفل. ولو مش عايزه تعمليها في كيس حراري حطيها في صينيه وسقسقيها شويه ميه بشويه ميه، هتستوي وهتبقى تحفه. اهم حاجه تتبيله ايدك، واهم حاجه التتبيله الحلوه، وان انت تعملي الحاجه بمزاج. لو انت عملتي الحاجه وانت مقريفه مش هتطلع حلوه. ننزل بقى بالتتبيله التحفه دي اهي، ندعكها كده من بره اهي يا حبايبي
اهي ما شاء الله تحفه اهي. دي هتديها لون جميل اهو يا حبايبي. وهندخلها بقى الكيس الحراري وهوريها لكم قبل ما ادخلها الفرن. دخلناها الكيس الحراري زي ما انتم شايفين كده تحفه ما شاء الله. وقفلناها. قبل بقى ما تحطيها في الفرن لازم تغزيها غزه كده عشان الكيس ما يتنفخش ويفرقع. ماشي يا حبايبي. وهنا الصينيه اهي حطها في الصينيه كده وهدخلها الفرن على الشبكه الوسطاني. هتقعد ساعه ولا ميه ولا اي حاجه. بعد ساعه هوريها لكم طالعه عامله ازاي ما شاء الله. تحفه تحفه تحفه. بصوا حبايبي لسه مطلعاها من الفرن اهي زي ما انتم شايفين كده. هفتح لكم كيس اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر ما شاء الله. تحفه 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 زي ما انتم شايفين كده حبايبي. خيال. بس انا هديها 5 دقايق تحت الشوايه. يعني هو اللون ده حلو ومستويه اهي. بس لازم تاخد 5 دقايق او 10 دقايق تحت الشوايه. هديها احطها تحت الشوايه وارجع لكم. هي بقى لها ساعه وربع دلوقتي. بصوا حبايب قلبي اللون ده تحفه ما شاء الله. جميل جميل وريحتها جباره. والبطاطس استوت ما شاء الله تحفه. شايفين اهي استوت. والقشره بقى بتحافظ عليها ما تتهريش. يعني تاخد سوى الفرخه ما تتهريش. هفضيه واغرفه وارجع لكم. بسم الله ما شاء الله. كده خلصنا وصفتنا. تحفه. وجبه كامله فيها الخضار فيها الرز. الفرخه مستويه بصوا دايبه. انا مش عايزه اقطعها بس عشان ايه يبقى شكلها حلو. بصوا تحفه. مش قادره اوصف لكم الجمال عامل ازاي. الرز مستوي فيها اهو. والرز اللي بره كمان مستوي وتحفه. الخضار مستوي ومشوي زي ما انتم شايفين كده. الفرخه بتتكلم عن نفسها. لو احترتي في الاكل خشي على مطبخ ام يوسف للاكلات الجديده وانت تلاقي احلى الوصفات واجمل الاكلات. الفيديو طول شويه بس يستاهل تتفرجوا عليه وتعملوا 1000 لايك. ما شاء الله تحفه يا جماعه. ما تستخسروش فيا لايك. الفيديو ده بيقعد معايا ساعتين عبال ما بخلصه وانتوا بتشوفوه في 5 دقايق. فده مجهود وتعب. لو عجبكم اعملوا لايك وما عجبكوش ما تعملوش. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.